السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين الإخوان؟ لاباس عليكم؟ صحيحة بخير وعلى خير؟ هاني الأمور؟ الله ييسر لكم الأمور أجمعين يا رب. كنتأسف بزاف على التأخير اللي كنتأخر، الله على حساب الظروف، الله اللي عالم بها. أول حاجة نصلي ونسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اليوم الإخوان جيتكم بواحد الهمزة كتخص الناس المستثمرين، الناس اللي عندهم مع الاستثمار، مع المحلات التجارية، مع البيرو، مع الشركات، ولا الناس اللي عندهم واحد المبلغ مالي وبغوا ياخذوا محل تجاري ولا بيرو ويكريوه. كاين لتحت 3 المحلات التجاريه، وكاين الفوق 4 البيروات. 4 البيروات راهم 3 تباعوا، جوج تحلوا فيهم جوج اطباء، والفوقاني تا هو تباع. باقي غير الفوق واحد اللي فيه 87 متر. انا غادي نطلع لكم ونوريكم التفاصيل الجميع. الموقع ديال راه جات واعر، الموقع زعما فهمتي، ما عندي ما نقول، جات وسط 3 شوارع. هذا هو المدخل كيف ما كتشوفوا، راه الدروج ديالهم السيد تبارك الله بالرخام. وكيف ما تشوفوا قريبا افتتاح عيادة تقويم البصر. المهم راه ما شاء الله، راه يعني ملي كيكونوا معاك جوج اطباء وغادي تحل فوق شي حاجه تاهي مزيانه، بقى بيرو واحد يعني راه مروج من نهار ويخدم فيه ان شاء الله. المدخل ديالو راه تبارك الله نقي، وكاين السانسور ها هو على اليمين. السانسور راه خدام تبارك الله. راه هادي راه فيها غير الدوزيام ايطاج، بروميان والدوزيام، كل طاج فيها جوج بيروات. السانسور راه خدام كيتحل من جوج جويه. انا غادي نوريكم المدخل ديال الموبل حتى هو ديال البيرو اللي باقي ما تباعش. شي مولا تبارك الله راه محدق عليه، داكشي غير جي وخدم، ومجهز حتى بالكاميرات. راه الكاميرا يعني بلاصه مامنه، وكاين الكاميرات في الموبل كامل. شي هما الكاميرات كاينين، يعني الانسان اللي غادي يجي. وهذا الموبل، هاد بغيت نقول هاد البيرو راه مصلوح ومضوي، فيه جوج واجهات. راه فيه هاد الباب ديال التركية، الارضيه كلها رخام تبارك الله من النوعيه الجيده. وحتى الثمن ديال هاد البيرو راه جد مناسب. البيرو هذا راه فيه 87 متر. اللي بغى يخليه بحقه ويخدم فيه كامل راه كبير تبارك الله يخليه، واللي بغى يقسمو على جوج راه يقدر يقسمو على جوج ويدير باب من برا. يعني اللي بغى يكريه لجوج الناس ولا شي حاجه راه كيبقى راجع لهذا الامر. شي راه البيرو تبارك الله راه المكتب كبير، وفيه سميتو اللي بغى يدير لي سبوت، اللي بغى يخلي الضوء الاضاءه بحال هكاك، عندك الاختيار يعني فهمتي. يعني مودرن، عنده هذه الواجهه اللي كتشوف في الشارع، فيها الشرج من هنايا وفيها البالكون من الجهه الاخرى. هذا هو الشارع الرئيسي اللي كيدوزو منه نيت الطوموبيلات. وانا غادي نوريكم الجهه الاخرى ديال البيرو. بالنسبه اللي بغى يسيباريه من الوسط، راه فين كاين هذا الزاج هذا، يقدر يدير حيط يخلي بيرو لهنايا، يدير فيه شي دومين ديالو بحال فهمتي، تقويم الاسنان، بغى يدير شي اختصاص ديالو، بغى يرجعو لاصال، بغى اللي بغى يدير هذا الشيء كيبقى راجع ليه. هذا هو الشرجم اللي كاين له، حيت هي جوج واجهات. وكاينه هذه البلاصه راه بقات خويه بالنسبه اللي بغى يستوقي فيها السلعه ولا يدير فيها الدوسيات ديالو ولا شي حاجه، يصيب فيها شي بلاكار ويدير دوسيات. بالنسبه للطواليت حاشاكم اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، راه فيها الماء والضوء ديالها، راه كلشي رخام كلشي مجهز. حتى من الباب كيف ما كتشوفوا باقي بالبلاستيك ديالو، والفوق راه كاين الغفس وكاين الرياحه. المهم داك الشيء راه باقي جديد كانه باقي ما استعملش، حيت السيد راه غير حاط فيه البيرو مولاه، حاط فيه هذا البيرو ما خدام فيه ما حتى حاجه. وانا غادي نطلع نوريكم السطح حتى هو. بالنسبه للسطح راه كبير على القبر ديال المجمع كامل. راه كاين 4 البيروات، يعني كيتقاسموا على 4 بالمفاهمه. اللي بغى يستغلو يدير فيه شي حاجه، يدير فيه شي بيد الخزين ولا شي حاجه، اللي كان شي يبني من بعد ولا شي حاجه، راه يقدر الانسان بالمفاهمه يبني. هادشي اللي كاين. وغادي نخرج غادي نوريكم حتى هذاك المرافق اللي كاين في هذه البلاصه. الناس اللي بغاو يعرفوا الموقع ديال هذه البلاصه فين كاينه، راه كاينه في السبيت، في القلب ديال السبيت، وجات في موقع زوين، ومن نهار ان شاء الله خدامه، يعني عندها مستقبل واعر. بالنسبه اللي خدا دابا ما حد باقي هذه البلاصه يلاه بدات كتجهز للنواحي ديالها. راه كيف ما كتشوفوا انا غادي نوريكم المرافق اللي كاينه حدا البلاصه والشوارع، يعني بلاصه مروجه مزيان. بالنسبه للثمن ديال هذا البيرو اللي وريتكم في الفيديو، راه الثمن ديالو 11000 درهم. راه السيد صلحو من عندو دار لي رخم، يعني صلاح واعر، وكيبيع فيه ب 11000 درهم. اللي بغى شي حاجه راه الرقم ديالو هو هذا اللي في الفيديو. وبالنسبه للمحلات التجاريه، الناس اللي كيسولوا على المحلات التجاريه، انا غادي نقول لكم تقريبا العبارات اللي فيهم.
المحل هذا اللي فيه جوج بيبان صغار فيه تقريبا 22 متر، وفيه سدة 11 متر. او غادي نوريه لكم، راه محل يعني راه يخدم من النهار، يقدر يجي فيه شحال من نشاط سناق يبغي يدير فيه شي. وهذا المحل هذا راه كبير شويه تبارك الله، فيه 50 متر، شاع على الطول ديالو 50 متر، والسده فيها 25 متر، راه فيه العلو. بالنسبه اللي بغى يكبر السده راه يقدر يكبرها من بعد، راه ماشي مشكل يقدر. وهذا المحل حتى هو فيه 51 متر، والسده فيها 25 متر. بالنسبه للثمن ديال المحلات راه كيقول فيهم 20,000 درهم للمتر، حيت راه الموقع تبارك الله كنقول لكم موقع زوين، حتى اللي بغى يكريهم ولا شي حاجه راه القرا من نهار ويقرا. هذا هو الشارع العام اللي كاين في السبيت. هذا الهين كاينين الغزاره، وكاين هذا مقهى جوهره ولا جوهرات. هذا هو الشارع اللي كيدوزو منه الطاكسيات، كيدوز منه الطوبيس 120. الهين فين كاينه الجرده، شارع الجرده هي هذيك تما. الا درتي من اليسار كاين المجمع في هذا الشارع، هو كيبان لك راه هو احمر، هو هذا. هاد الشارع حتى هو كيدي لهاد المجمع. الشارع كيف ما قلت لكم راه 3 الشوارع كيديو لهاد المجمع، يعني الموقع ديالو ماشي شي بلاصه مسدوده ولا شي حاجه. بالنسبه اللي بغى شي حاجه راه يتصل بالرقم ديال السيد مولاه، هو هذا. واللي عنده حتى الشاري، الا كان شي واسط عنده الشاري ولا شي ناس بغاو بيرو ولا شي حاجه في بلاصه موقع زوين، ولا بغى يدير فيه طبيب ولا شي حاجه، راه يتصل بالرقم ديال هاد السيد، راه ما كاين حتى مشكل، راه انسان الله يعمر دار ثقه. هنا كاين حتى هاد الفيلات، هاد الشارع حتى هو كيدير، هذا هو الشارع الثالث اللي كيدير لهاد المجمع. كاين هنايا الفيلات، شنو يعني بلاصه نقيه وعندها مستقبل زوين، كاين تما محلات تجاريه، وكاين الكوميساريه والمركب الرياضي. انا نوريكم الشارع اللي فيه الكوميساريه والمركب الرياضي في السبيت. انا غادي ندير بكم واحد الجوله خفيفه بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش اشنو هو السبيت، واللي باقي الناس كيتصور لهم بلي راه السبيت باقي كاين اللي كيقول راه السبيت راه كامل عروبيه وغير خلا وما. السبيت ولا مدينه وفيه احسن امن تقريبا انا شفتو مباشره. كاين فيه تبارك الله الامن، ما كاينش فيه السيبه، ما كاينش فيه الشفره، ما كاينش فيه داك الغريساج، قليل بزاف، يعني الامن خدام الخدمه ديالو وكيستحقوا التحيه والتقدير. وحتى بالنسبه للسكن هنا في هذا الموقع راه شويه مرتفع الثمن، وحتى الايجار راه مرتفع الثمن. يعني اشنو اللي كيخلي هذا الشيء يكون هو الامن الساكنه اللي ساكنين في السبيت تبارك الله ناس نقيين. بالنسبه للمرافق راه كاينه هاد الجرده هذه كبيره حتى هي هنايا، راه زادوا وسعوها. هذه الطريقه اللي كدي لهاد المجمع حتى هي، ولا المجمع بحال المهم انت كاينين البنوك، قهاوي، السناقات، جميع المجالات، الاطباء، البيروات، الشركات، كلشي كاين هنا في هذا الشارع. البلاصه اللي جاي من الجرده راه كيخلي الجرده على الظهر ديالو، كيوصل لهاد المدرسه اللي هنايا هي في الشوكه، وكيخلي الجوهره على اليسار ديالو وكيدور على اليمين. الا دار على اليمين راه كيدخل من هذا الشارع. هذا الشارع هو الاكبر واحد تقريبا، اكبر شارع اللي هو مروج بزاف في السبيت. كيبقى غادي نيشان حتى كيلقى الموقع اللي هو جاي ليه. الاخوان وصلنا للاخر ديال الفيديو، كنتمنى من الله يفرج على جميع المسلمين ويسر لجميع المسلمين الامور ديالهم يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.